وجه رئيس اتحاد السنغال لكرة القدم عبد الله فال انتقادات لاذعة جدا إلى بيدق النظام المغربي والرجل الأول على مستوى اتحاد اللعبة في بلاد مراكش فوزي لقجع. وقال رئيس اتحاد الكرة السنغالي عبد الله فال بصريح العبارة: المغرب يسيطر على الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، دعونا نكون واضحين في هذا الشأن، إنهم يسيطرون على كل شيء ويقررون كل شيء. وأضاف أنه احتج على ترك وفد منتخب السنغال يصل إلى العاصمة الرباط عشية النهائي الإفريقي دون توفير رجال الأمن بالعدد الكافي، حيث كان بإمكان لاعبي السود الترنجة أن يتعرضوا لاعتداءات خطيرة في محطة القطار. وبعدها اتصل بلقجع ومسؤول الكاف، لكن كان الجميع يتهرب من المسؤولية. وعن رفضه مركز التدريب قبيل المباراة النهائية، رد رئيس اتحاد الكرة السنغالي استنادا إلى تقرير نشرته الصحيفة المحلية لوسولي الأحد: ويكون لاعبان مكشوفين تماما، يمكن ملاحظة أدق التفاصيل. وند عبد الله فال أيضا بتراخي الكاف في تعيين حكم المباراة النهائية، مما يشتم منه رائحة انتقاء وجلب حكم يخدم مصلحة منتخب فوزي لقجع وتأخير أي طعن محتمل. بل تنص اللوائح على متسع من الوقت للطعن في قرارات الحكام، لكننا لم نبلغ إلا في الليلة التي سبقت المباراة النهائية بتمام الساعة 10 مساء. وتأسف عبد الله فال لاختطاف النظام المغربي للكاف وقلة التنسيق بين الأفرقة لتحييد خبث المخزن وبيده لقجع. وختم رئيس اتحاد الكرة السنغالي كلامه عن عدم رضوخه قائلا: هناك أمور لا تقبل المساومة، لهذا السبب نحن في هذا الوضع اليوم